احنا مش في ايجيبت، احنا في مصر. اهلا بيكم في دمياط. هتعرف معنى الرزق وسط الصيادين دول ووسط المراكب والمراكبيه. في حاجه كمان لذيذه جدا، هنعرف الشعب الدمياطي عامل ايه وايه اخباره، وهندخل جوه الاسره الدمياطيه. حضرتك ما تعرفش ان راس البر جوه دمياط؟ اهلا بيكم في دمياط. ايه اكتر حاجات مشهوره بيها دمياط؟ الحلويات ها والموبيليا والاسماك. طبعا. طب ايه اشهر حاجه في الحلويات؟ المشبك دمياطي ها والمدلعه يعني عندها دلوقتي زراعه وصناعه حلويات وموبيليا وجبن. ايه بقى ايه نوع الجبن؟ كل الجبن. اشهر الجبنه الدمياطي هي اشهر جبنه. عندك اسره؟ اكيد. عندك كام طفل؟ عندي 3 اولاد. والله اللي هيجي دمياط لا لازم يرجع تاني. اكيد. بس القعده اهي، انا والحاج ناصر وكوبايتين شاي بلبن منه فيه، ونقعد نحكي كده نشوف الدنيا فيها ايه. منين بقى؟ أنا هنا من شارع أبو الرحمن. تمام، من دمياط ابا عن أنا جد. من منطقة. بنشتغل في ايه بقى؟ أنا بشتغل في خشب سراير. سراير. اه. طب في سرير حلو يا احسن، انا ظهري متكسر خالص. تحت أمرك. الله بالله. تحت أمرك. الله يخليك. عندك اولاد؟ يوم اللي عندي 6 بسم الله ما شاء الله، 6. إن شاء الله. الفرق ما بينهم قد ايه؟ اللي ورا بعض. ورا بعض على ورا طول؟ بعض على طول. يعني سنه ورا سنه. اه. اه اه. ومخلفينهم؟ إن شاء الله كلهم الحمد لله. كل حد مخلف كام الاول؟ 3 وثمانات. احنا في 2024 دلوقتي. ممكن عدد المواليد يبقى كام؟ يعني مثلا يبقى زوج 2. وزوجه. 2؟ 2 كفاية أوي يربوهم. السلام عليكم يا راجل يا طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول لي بتعمل ايه؟ دي مرحلة التجهيز قبل ما بنخش اللي هو التنجيد والكلام ده. تمام. بيبقى فيه دي بس بتتدبس على أساس تمسك على ما الغيرة تنشف. عندك كام عيل؟ أنا عندي ولدين وبنت. في آلاء. ها. دي بقى البنوتة بقى، دي الله حبيبة أكبر. أبوها دي. الله اكبر. طبعا. دي مواليد 99. 99. الفرق ما بينها وما بين أخوها ضياء يعني حوالي 8 سنين، ومحمد 8 6 سنين. لا سيبك انت من القصه دي خالص. تعالى. اتفضل. انس، هات لنا كوبايه شاي. طيب، عايز كام حفيد؟ بص بقى السؤال. أنا عندي قرمة الكبيرة الله اكبر. وعندي زين الصغير، بس زين شقي شوية. كارما بنت ضياء؟ لا والله. ما شاء الله عليك، الله انت أكبر. حافظ الاسم. لا ده كام عروسه وعريس جم اشتروا منك تفتكر؟ لا ده ملايين. ملايين؟ امال ايه؟ احنا كل يوم على الله لو دخل لك 10 12 زبون، لو بعت منهم ليهم 3 4، احسب بقى السنه فيها كام يوم؟ في 55 سنه. اقعد بقى احسب. جماعه احنا بنزيد قوي بجد. أنا محمد يسري، 35 سنة، من محافظة دمياط. بشتغل بروجكت مانجر في مصنع خلاطات، وجاي النهارده أشارككم تجربتي في الجواز يعني. ايوه، نيجي بقى لنقطة الجواز. تمام. كلمني عن أول سنة جواز يا محمد. أول سنة بتنقسم لكذا جزء. أول أسبوعين وبعد كده ما بعد أول أسبوعين. طبعا شهر العسل هو عندنا في مصر ما بيمتدش لشهر، هو بالكتير آخره 10 أيام، وبعد كده بقى بتبدأ روتين الحياة الزوجية المعروفة لدى الكل، شد وجذب وخناقات ومشاكل، وبعد كده الدنيا ترجع لطيفة زي أي بيت يعني. طب كلمني بقى عن أول يوم صحيت فيه لقيت في حد جنبك.
يا خبر ابيض، مين الكائن اللي جنبي ده او مين البني ادم اللي جنبي ده؟ انا بالنسبه لي كان الموضوع عادي خالص. عادي. يعني كنت مأهل قصه نفسك حب لحاجه زي بقى كده؟ وكده اه. فاكيد كنت فرحان ان هي موجوده جنبي يعني. طب وبعد اول يوم بس عشان لا بعد خلاص يعني احيانا بنبقى وصلنا لمرحله انت لسه هنا ليه ما تقومي بقى تاني. بس الحمد لله يعني. الحمد اكتر لله. المشاكل اللي اي زوجين بيقابلوها هو اول فتره. تمام. انت واجهت تحديات كتير؟ طبعا. بس الحمد لله قدرنا بالصبر وبتوفيق ربنا طبعا في الاول وفي الاخر ان احنا نعدي. طبعا مفيش بيت ما بيخلاش من المشاكل. انت قلت لي يا محمد ان انتوا كنتوا قصه حب، صح؟ مظبوط. يعني انتوا عديتوا بحاجات كتير، مش زي اتنين مخطوبين مثلا قال لك الحب اعمى بقى وما بنشوفش عيوب بعض وما بنشوفش حاجه، ولا انتوا واجهتوا حاجات كتير قوي مع بعض؟ يعتبر كنا في فتره خطوبه طويله شويه. مم. قاريين بعض كتير، فاهمين بعض الى حد ما. فده برضو مقلل موضوع المشاكل وان احنا نتصدم بقى بعيوب بعض والخفايا اللي ما كناش نعرفها. الى حد ما الموضوع اقل بكتير يعني. اكتر حاجه بتحس ان هي مش فاهماك فيها والعكس سليم بعد ما اتجوزتوا؟ يعني خلي بالك برضو انه بعد الجواز الموضوع مختلف. طبعا. حاجتنا فين، دنيتنا فين، انا ده روتيني، انا مش متعود اصحى الصبح ابتسم، انتي بتصحي بمزاجك، انا بصحى بدري. الحاجات دي كلها برضو غير الخطوبه تماما. احنا لينا طريقه معينه للعيشه ما بتتغيرش. ما مم. بصحاش الصبح لا انا مش عاجبني انت ما ابتسمتليش ليه، يلا خناقه. لا احنا ما عندناش كده. انا بصحى الصبح متعود، ما بحبش اتكلم مثلا، ما بحبش افكر، باخد وقتي كده لحد اما. طب لو هي كانت العكس، يعني هي بتصحى الصبح ما بتبتسمش، ما بتاخد وقتها، كنت هتتقبل انت ده يا محمد؟ لا. لا برضه لا. بس زي ما بقول لحضرتك كده العشره بقى ما بعد الجواز بيبقى العشره هي اللي بتخلينا نستحمل بعض اكتر. وفي حاجات انت غيرتها في نفسك او هي اتأقلمت اكيد طبعا عليها؟ اكيد. او العكس، انا بشوف انت بتشوف ان في حد ممكن يتغير ولا طبعا. بيتأقلم؟ لا لا لا، الجواز اصلا كده كده بيغير. جواز بيغير. بيغير جامد. مم. والخلفه بتغير اكتر. قولي يا محمد، انت مع او ممكن تنصح حد بان هو يأجل الخلفة شوية بعد اول سنة جواز او من اول ما يتجوز ولا لا؟ طبعا انا بنصح بشده بموضوع ان نأجل الخلفه. لازم في الاول يتعرفوا على بعض ويعرفوا طباع بعض ويشوفوا هيقدروا يستمروا مع بعض ولا لا. لان في جوازات كتير بتفشل في الاول، فان هي تفشل ويطلعوا بالتراضي كده من غير خسائر احسن بكتير من من غير ان يبقى في ضحايا. طفل. طبعا. لان الطفل هو دايما اللي بيخسر. طبعا. فاكيد طبعا انا بنصح بالتريث في موضوع الخلفه ده لحد ما نحس ان الدنيا مستقره ما بيننا. انت قلت ان يمكن اول سنة جواز دي فيها تحديات كتير جدا، بس اكيد زي ما هو الراجل المفروض يختار الست الصح، المفروض هو كمان يكون انسان سليم. يعني المفروض ان هو يحاول على قد ما يقدر يكون عنده مواصفات مختلفة عن قبل الجواز. مش هقول ان هو يعني يبقى حد تاني، بس على قد ما يقدر يعرف ان هو يبقى عنده صبر اكتر، يقدر يحل المشاكل باسلوب مختلف، لانه بيبقى اتنين قدام بعض غير لما يكونوا اتنين في بيتين مختلفين. طب لو جه عريس لبناتك يوم من الايام ان شاء الله، هتعمل فيه ايه بقى؟ احكي لي. اكيد طبعا ان هو يبقى ابن ناس من عيله محترمه، متربي كويس وشاري البنت. ده بالنسبه لي اهم حاجه. بعد كده الحاجات الثانويه بقى يعني ممكن نفكر فيها، بس ده اول شرط لازم يبقى عندي، ان هو يقدر يحافظ عليها وياخد باله منها. وطبعا اكيد يكون بيحبها، اكيد مش هيجي يتجوزها كده يعني. شكلك كده مش هتبقى لا بص أنا ربنا يعينه بقى. ايوه. وربنا يعينه. بشكرك جدا يا محمد، انا نورتنا اتشرفت جدا النهارده. بيكي، ربنا يخليكي يا رب، فرصه سعيده. انا اسعد. شكرا شكرا. علاقة الجواز واحدة من أهم العلاقات في حياتنا، اللي ممكن تكون مصدر دعم كبير لينا، والعكس ممكن تكون مصدر ألم. علشان أي بيت يتكون ويكون بيت سوي أو صحي لازم يكون ليه أساس. الأساس ده هو الصداقة. كل ما كان جودة الصداقة ما بين الزوجين عالية جدا، كل ما كانت العلاقة ما بينهم متوازنة.
والجميل واللطيف جدا جدا انه من خلال الخبره بتاعتي في العياده بشكل عام بقيت الاحظ انه في ازواج كتير بيجوا لما باجي بسال هل في اطفال او لا، الاجابه دايما بتكون لا، احنا لسه محتاجين نشتغل على العلاقه الاول عشان مش عايزين نظلم حد معانا. وانا الحقيقه بشوف ان دي من اكتر الحاجات اللي فيها مسؤوليه وفيها وعي كبير جدا بأهمية العلاقة اللي ما بيننا في التواصل، ازاي نشتغل عليها ونحسنها، وبعد كده نتعامل مع وجود ضيف جديد أو بيبي. تفتكر لو أنا جيت دلوقتي سألتك ايه هي قيمك في الحياة، هل هتكون الإجابة جاهزة في راسك؟ لو جيت سألتك عايز تربي ولادك على ايه؟ طبعا دي كلها أسئلة مهمة، بس الحقيقة عشان الشخص يوصل لإجابات ليها ده محتاج رحلة طويلة جدا جدا جدا، مش بالضرورة من العلاج النفسي بس ممكن من التجارب وازاي ان هو يتعلم منها. ده اللي بيخليني أقول انه مش مجرد ضغط طفل أول هو بالضرورة ليه علاقة بضغط مادي، لا، هو ليه علاقة أكتر بضغط ثقافي ما بين الراجل والست في ازاي هيربوا ابنهم أو بنتهم، خصوصا ان احنا بنواجه تحديات كتيرة جدا جدا في كل يوم. كل واحد بيبقى عاوز يتكلم ينتقد في التاني، هو غلطان في ايه، هو مقصر في ايه، هي ما عملتش ايه، ده دورها، ده دوري، ده دورك. كل الكلام السلبي ده بيأثر على حياة الزوج والزوجة. علشان نقدر حقيقي نتعامل معاه انا هقول تريك او حاجة واحدة بس هي مهمة جدا في الجواز، مش ان الواحد يتكلم، لا، يسمع. كل ما زودت قدرتك على السمع كل ما قدرتك على حل المشاكل زادت جدا. فالحقيقة الحاجة اللي مهمة جدا جدا ان انت تسمع، بس مش تسمع وبس، لا، تسمع علشان تشوف الآخر معاه حق في ايه فتتحرك ليه، وهو ده الجزء المهم جدا. بمعنى او زي ما بنقول كده كمصطلح to be emotionally responsive. يعني ايه emotionally responsive؟ يعني انا فاهم ان مراتي دلوقتي مضغوطة، معاها حق، انا ممكن اجي على نفسي في ايه واعمله علشان هي تكون سعيدة فالبيت يكون سعيد. او العكس، انا جوزي دلوقتي مضغوط من الشغل، معاه حق في الضغط اللي هو فيه، طيب انا ممكن اعمل ايه لمصلحة العلاقة علشان المشاكل اللي بينا ما تزيدش. فالحقيقة الحاجة اللي انا حابة اسيبكم عليها انه اسمعوا بعض، وخلينا نتعامل بطريقة تانية، انه لو انت اتكلمت او متألم فالعالم كله بيقف وانا بسمعك. سنة أولى جواز مفيش زيها، يا إما نحب بعض بجد ونحترم بعض بجد ونحاول إن احنا ندور على حلول لمشاكلنا وتحدياتنا، يا إما هنتعب كتير قوي وهنلاقي بيت ما ينفعش إن احنا نجيب فيه أطفال. الأطفال ما تستاهلش إنها تكون في وسط مشاكل كتير. وعشان كده كلمنا النهاردة عن السر الخطير ده من أسرار الأربع حيطان. لتلقي الدعم والإرشادات نورونا في العيادات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان 19 55 9 أو على الخط الأرضي 0800 38 0800.